مين كان يتخيل إن معاهدة سلام تتسبب في أكبر حرب عرفها البشر؟ خليني أحكي لك القصة. سنة 1919 معاهدة فرساي بتحط ألمانيا في وضع مهين، تعويضات خرافية وجيش ممنوع يتسلح، والشعب الألماني حاسس بالإهانة والذل. وبعدين بيجي الكساد الكبير سنة 1929، الدنيا كلها بتنهار اقتصاديا، بطالة وجوع وفقر، والناس بتدور على أي حد يطلعهم من الجحيم ده. في أوروبا الشيوعية من ناحية والفاشية من ناحية تانية، والديمقراطية واقفة تتفرج ومش عارفة تعمل حاجة. وفي وسط الفوضى دي يظهر هتلر سنة 1933، يوعد إنه هيرجع ألمانيا وينتقم من خونة فرساي، والناس تصدقه وتتبعه. وفي 1936 ألمانيا بتتسلح تاني وتدخل منطقة الراين اللي المفروض منزوعة السلاح، والغرب ساكت. وفي سنة 1938 ضم النمسا وبعدها تشيكوسلوفاكيا، ورئيس وزراء بريطانيا يرجع من ميونخ ويقول السلام في عصرنا. وفي آسيا اليابان بتغزو منشوريا والصين، وموسوليني في إيطاليا بيحلم بإمبراطورية رومانية جديدة ويحتل إثيوبيا وألبانيا. وفي سنة 1939 الدنيا كلها كانت حاسة إن فيه حرب جاية، تسلح بجنون وتحالفات سرية، وكل اللي كان ناقص شرارة واحدة. وفي 1 سبتمبر سنة 1939 ألمانيا تغزو بولندا، وبعد يومين فرنسا وبريطانيا يعلنوا الحرب على ألمانيا وتبدأ الكارثة. بس الحقيقة الحرب دي ما بدأتش في يوم وليلة. فشل عصبة الأمم في منع النزاعات، والقومية والعنصرية اللي كانت بتزيد كل يوم، والسباق على الموارد والاستعمار، وتكنولوجيا حربية بتغزو الكل باستخدامها. والنتيجة كانت 6 سنين من الجحيم و85 مليون ضحية، والعالم ما بقاش زي ما كان.